مذيع انجليزي عمل لنفسه دولة وعلم ونشيد وطني ونصب نفسه ملك عليها. سنة 1967 أسس بادي باتس دولة وسماها سيلاند. الدولة دي مساحتها 550 متر بس وموجودة في بحر الشمال. سيلاند في الأصل كانت قاعدة حديدية اتعمل عليها حصن وقت الحرب العالمية الثانية عشان تحمي القوات الإنجليزية من هجوم الطيارات الألمانية، ومع مرور الوقت بقى حصن مهجور. سيلاند مكانها خارج الحدود الإقليمية البريطانية، وعشان كده هم ملهمش سيادة عليها. باتس استحوذ على الجزيرة وعمل لها علم ونشيد وطني وعمل لها عملة وسماها دولار سيلاندي، بس مفيش أي دولة اعترفت بيها. عدد سكان سيلاند هم 27 شخص بس، والجنسية بتاعتها بتتباع في شكل جواز سفر افتراضي بيستخدمه بعض المهربين وأشخاص تانية في عمليات غسيل الأموال. سنة 1978 اتعرضت سيلاند لعملية انقلاب كان بيقودها شخص اسمه أخنبخ ألماني الجنسية ومعاه مجموعة، وكان الغرض من الانقلاب ده إن هو يستحوذ على سيلاند عشان يعمل فيها فندق وكازينو، بس في الآخر فشل إن هو يستحوذ على الجزيرة. سيلاند معروضة للبيع ب$1 مليار من سنة 2007. تفتكر بقى في حد ممكن يشتريها؟